بسم الله الرحمن الرحيم. فرسان وفارسات شهادة دبلوم التعليم العام، لابد أن نبدأ بابتسامة. الابتسامة بالتأكيد هي مرسومة على كل وجوه الطلبة والطالبات في هذا اليوم الجميل والرائع الذي أنهيتم من خلاله امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2012-2013 للميلاد. هذه الابتسامة التي هي عنوان للتفاؤل وعنوان للطموح القادم بإذن الله، وهذه الابتسامة ستكون مرسومة على وجوهكم عند تلقيكم خبر نتائجكم، والتي ستكون انعكاسا لجهودكم. نحن معكم نتواصل في هذا اليوم الذي أنهيتم فيه امتحاناتكم، وإن لم نكن في مادة علمية فإن أسرة برنامج درس على الهواء أبت إلا أن تكون معكم في حلقة ختامية، حلقة استثنائية نعيش من خلالها لحظات جميلة، نطلعكم من خلالها على تفاصيل تهمكم وتهم كل المعنيين بالشأن التربوي. هذه الحلقة وهي مثل ما ذكرت مختلفة تماما عن الحلقات السابقة. لن تكون هناك مسائل، لن تكون هناك أسئلة، إنما ستكون هناك حوارات. بالتأكيد هذه الحوارات يملأها الرضا والتفاؤل. سنكون في التقديم أنا وزميلي عبد العزيز العجمي الذي أيضا رافقكم خلال عدد من حلقات البرنامج. عبد العزيز، أهلا بك معنا، وأهلا بك أيضا كصاحب مكان بالتأكيد. مساء الخير خلفان، مساء الخير مشاهدينا الكرام، أحبتنا طلاب وطالبات شهادة دبلوم التعليم العام. حياكم الله معنا في الحلقة الأخيرة من برنامجكم التعليمي درس على الهواء. هذه الحلقة الاستثنائية في جوها العام، في مضمونها، في محاورها، في ضيوفها. هذه المرة مثل ما قال زميلنا خلفان، يعني ما خصصناها لمادة معينة، ولكن نناقش فيها ذكريات جميلة لتلك المواد بشكل فرائحي. دعونا نعيش فيها لحظة الفرح. فصل دراسي متكامل، أكيد إنجاز، وأكيد محطة من المحطات المهمة لكل طالب وطالبة. يستحق فعلا أن نكون معكم في هذه اللحظات بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول بحلوها ومرها. طبعا نفرح بالحلو إن شاء الله، ما في شيء مر، ما في مر، نتجاوز المر لأن نعم. تحت يعني متابعة المعنيين كلنا ثقة أن في جهود مبذولة من الوزارة. الخطوات التي تتبعها الوزارة هي خطوات لصالح أكيد الطلبة والطالبات. اليوم نريد نفرح فعلا نعم. يعني ذكريات جميلة، يعني كل طالب اليوم فرحان لأنه نعم. أنجز نعم. امتحانات ويستحق أنه يفرح بالتأكيد. يعني وهذه اللحظات الرائعة اللي راح نعيشها معكم يعني لن تخلو من الحديث عن ما رافق هذه الامتحانات من بعض الملاحظات. سنخصص لها جزء، وجزء ربما سيكون الأكبر في هذه الحلقة. لكن مثل ما ذكر عبد العزيز، دعونا بالتأكيد نفرح، نتفائل. وأنا متأكد أنه اليوم لما شفت امتحان الدراسات الاجتماعية هذا وطني، يعني ارتسمت السعادة على وجوهكم، أيضا لكون الختام مسك. هكذا عبر الكثير من الطلبة والطالبات سواء عبر صفحة الفيسبوك أو حتى من خلال المنتدى التربوي. الختام مسك، والختام مفرح، والختام رائع، والختام بوابة للنجاح. أيضا شاركونا الفرحة يعني مجموعة من المؤسسات، نتقدم لهم بالشكر الجزيل. طبعا بوكا هانتز للزهور مقدمين لنا كذا باقة ورد جميلة. بوكا هانتز للزهور محلهم في الخوض. يعني شاركونا فرحة الحلقة الأخيرة، وهم قالوا كل وردة من وردات هذا البوكيه هي لكل طالب ولكل طالبة موجودين معنا ويتابعونا الآن. أيضا محلات كاكاو سويتس أيضا شاركونا الفرحة بحلوياتهم الرائعة، وهم يقدموا لكم أكيد كذا قطعة حلوى جميلة ورائعة في هذا اليوم الجميل والرائع. كاكاو سويتس مكانهم في مجمع العريمي بمحافظة مسقط. نوجه لهم كل الشكر وكل التقدير. عبد العزيز، نتحدث الآن عن مجمل هذه الحلقة
وما الذي سيدور في هذه الحلقة. كثير من الطلبة متحمسين، وأنا كنت متابع هالشيء من خلال الفيسبوك، متحمسين لأن نتحدث وسنتحدث إن شاء الله. متحمسين أيضا حتى تكون لهم بصمة في هذا اليوم الأخير من لقائنا بهم في الفصل الدراسي الأول. طبعا خلفان الطلبة ينتظروا أيضا هذه اللحظات باعتبار يريد يتعرفوا على الجو العام الذي صارت عليه الامتحانات وكيف يعني تم التعامل مع بعض الامتحانات. وأنت ما شاء الله يعني اليوم عندك ضيوف أكيد راح يسلطوا الضوء على بعض الأشياء المهمة التي يحتاجها الطالب. أيضا ما أغفلنا كما أنه الأستاذ بخيت شاركنا في فقرة مهمة كانت التي سبقت الامتحانات، دخلناهم أجواء الامتحانات، حاولنا نتكلم عن بعض الأشياء المتعلقة التي تبعد الطالب عن أجواء القلق والارتباك والخوف. يشاركنا اليوم فرحة، نريد أن نتحدث كيف يمكن يتجاوز الطالب الفصل الدراسي الأول. طبعا هو أنهى الفصل الدراسي الأول، ما معناته أنهى العام الدراسي، احنا انهينا فصل دراسي ونريد أن نستهل بعد النتائج أيضا فصل دراسي قادم بشيء من التفاؤل وبشيء من العزيمة. كيف الطالب يستمتع بالإجازة؟ طبعا عندنا فعاليات تنطلق اليوم في مهرجان مسقط، الطالب يريد يستمتع بهذه الأجواء الفرائحية بعد فصل دراسي متكامل. ما أدري إذا في البداية يعني احنا نريد أيضا نشرك الطلبة والطالبات. نعم. خلفان نعم نسمع أصواتهم منطلق أيضا يعني للحوار القادم. نعم، ونتمنى أن تشاركونا هذه الحلقة الاستثنائية التي خصصناها لكم ولأجلكم. أيضا مجموعة كبيرة جدا من الرسائل الإلكترونية واصلتنا عبر البريد الإلكتروني. أنا أخاف أن الوقت أيضا ما يكفينا إلى أن نقرأها، لكن أيضا هي تحمل الكثير من الإيجابية والكثير أيضا حتى من التهنئة بنجاح الدورة الحالية لبرنامج درس على الهواء، ونحن أيضا نبادلكم التهنئة، وهذا النجاح هو نجاح مشترك ما بيننا وما بينكم. أيضا هناك رسائل إلكترونية أيضا تسألنا يعني عن بعض الأسئلة. هذه الأسئلة سنتحدث عنها إن شاء الله مع ضيوفنا. الآن إيش رأيكم ناخذ مجموعة من المكالمات أنا وزميلي عبد العزيز، وبعد كذا راح ننتقل للفقرة اللي مخصصينها للحديث حول الامتحانات. ناخذ مكالمة معنا، أول مكالمة في آخر حلقة. السلام عليكم. ناخذ اتصال. السلام عليكم. معلش إلى أن تتهيأ المكالمة القادمة يعني نأخذ أيضا لنتواصل أيضا مع الطلبة والطالبات من خلال البريد الإلكتروني. نعم. ملاك اليوسفي، مبروك لنا جميعا، عاملة مبروك طويلة يعني. مبروك لنا جميعا على نهاية الاختبارات. حب أشكر القائمين على برنامج درس على الهواء ومدرسين المحترمين. حقيقة نجاح البرنامج كان بتفاعلكم، تفاعل إيجابي. لو لاحظت كل الرسائل فيها في مقدمة الرسائل عبارات صنعت أجواء التفاعل حقيقة لجميع الطلبة والطالبات. كانوا حريصين على المتابعة مثل ما تقول ملاك، رغم أن الوقت يعني ربما غير مناسب، لكن كانوا حريصين على المتابعة. هي أيضا تعطي اقتراح أنه البرنامج يستمر خلال الفصل الدراسي القادم. نعم. من بداية الفصل طبعا راح هذا الاقتراح مدروس إن شاء الله، مدروس أيضا. نعم. ويكون عندنا تواصل عن طريق المنتدى. نعم. التربوي. نعم. جميل. أيضا هنا حمد العامري من ولاية المضيبي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك للجميع انتهاء الامتحانات. أرجو توضيح الآلية اللي راح يتم من خلالها تصحيح الرياضيات البحتة. خلاص تصحح الامتحان، وهذا الموضوع راح نتكلم عنه إن شاء الله مع ضيفنا الدكتور محمد الحديدي. أيضا نتحدث متى ستظهر نتائج الفصل الدراسي الأول. خليكم تتهنوا أول شيء بالإجازة كذا، وإن شاء الله النتائج جاية إن شاء الله. أيضا نشوف إذا على صفحة الفيسبوك أيضا مجموعة من الطلبة متفاعلين من خلال هذه الصفحة. عموما ناخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا وسهلا، من معانا؟ معك يا العنود. العنود من وين يا العنود؟ من مسقط. من مسقط. مبروكين نهاية الامتحانات. الله يبارك فيك. كذا مبسوطين اليوم وانتم انهيتوا كذا مرحلة مهمة من مراحل الدراسة؟ أكيد.
اليوم هذا وطني كان امتحان رائع صح؟ ايوه اكيد كان رائع. يلا الحمد لله. حابة تقولي شيء؟ حابة تقولي شيء؟ ايوه حابة اقول حاجة. تفضل. انا باي اتكلم شوية عن كانت صعوبة اختبار الرياضيات. اختبار الرياضيات كان من اصعب الاختبارات، يعني اللي عدل اختبار ما شاف ابدا يعني المنهج اللي نحن دارسينه، الافكار كان كلهن جديده، يعني الطالب ما يعرف يحل، انتوا دائما تحاولوا تحبطوا طلاب العلمي، انا ما ادري ليش، يعني لو يعني ولا سؤال كان من الكتاب، يعني هو على اي منهج اصلا اعتمد لما جاب الاختبار نحن ما عارفين. نعم. العنود عموما يعني احنا لما فتحنا باب الاتصالات كنا متوقعين انه هالكلام راح نسمعه منكم، لكن ثقوا تماما بانه الرد موجود. ايوه انا لحظه شوي، يعني هم خلوا التصحيح يمشي ابدا ما سيحصل. العنود في اختبار الرياضيات والفيزياء، يعني الجامعه ما بتقبلنا. عيل بتقبل من الجامعه اذا انت ابناء عمان بتقبل من الجامعه. العنود لا تستعجلي، انت جالسه تقولي اشياء ما عرفتنها، يعني جالسه تقولي اشياء كانك انت اللي موجوده في قاعه التصحيح، جالسه تقولي اشياء يعني احنا ضيوفنا، ليش جايبين ضيوف؟ احنا جايبين ضيوف عشان يوضحوا لنا الحقائق ويوضحوا لنا شو اللي صار، وضيوفنا هم المعنيين مباشره، يعني مساعد المدير العام للتقويم التربوي، فبالتالي نعطيهم الفرصة لأنهم يتكلموا ويوضحوا. تمام؟ شكرا لك يا العنود. شكرا. أنا أتمنى فعلا أنه إحنا نبغى نسمع أصواتكم، نبغى أيضا نتناقش في بعض الأشياء، حاطين كذا في هالفترة هذه لها شيء أتمنى فعلا أن نستفيد منه. بالنسبة للكلام اللي راح تقولوا عن الامتحانات سواء الرياضيات أو الفيزياء، ثقوا تماما أن راح نتكلم فيه. تمام. إحنا نأخذ مكالمة أخرى أيضا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير، كيف الحال؟ مساء الورد والفرح، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. حياك الله. من معنا؟ والله معكم حمزة الشحي. من؟ حمزة الشحي. محمد شحي؟ حمزة الشحي. تفضل محمد. حمزة. عفوا ترى الصوت عندي مشكلة في الصوت أنا. طيب. لا ما له داعي. حمزة أولا كل عام وأنت بخير بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول. وأنت بألف سلامة وخير، والحمد لله انتهينا من هذا الفصل ولله الحمد يعني، وكانت فرحة، واليوم خاصة يعني امتحان هذا وطني ما توقعنا بهذا السهولة. نعم. وطلعنا قبل ما ينتهي الامتحان تقريبا بساعة، ويعني أعتقد أنه كان أسهل امتحان اليوم لدينا. والحمد لله يعني أنا ما راح أتكلم بصعوبة الامتحان السابقة، ما أريد أرجع للوراء يعني. أنا حبيت أكون دائما متفائل على الشيء. جميل. حمزة طبعا أنتم بدأتوا باختبار كذا في المتناول، وأيضا ختمتوا في اختبار سهل. طبيعي كل الاختبارات فيها مراعاة الفروق الفردية، فيها صعب، فيها سهل، فيها مستويات كثيرة. احنا طبعا أنا أرجو أن احنا ندخل في نقاط أخرى، نعيش فرحة الاختبارات لا لشيء. احنا بعد قليل إن شاء الله راح يكون عندنا ضيوف، ونعطي فرصة للضيوف يتكلموا عن الاختبارات. وكذلك أستاذي مهما كان ومهما صار التوفيق من رب العالمين وليس بيد من أي شخص. أحسنت يا حمزة. أنا كنت دائما بس عندي ملاحظات، الله يخليك، ملاحظة ممكن؟ تفضل حمزة. أستاذي بس ملاحظة عندي عن بالنسبة للجدول. نعم. جدول الاختبارات غير مناسبة جدا لنا. يعني يا ليت كان عندكم جدول. أنا كان بقول من ناحية ويش غير مناسب؟ من ناحية ويش؟ من ناحيه ان في مثلا لو شفنا بعض المواد متراكمه على بعضها، مثلا ماده مهارات الموسيقيه، وبعد اليوم الثاني يكون ماده فيزياء. فصعب ان الطالب يذاكر موسيقى وبيوم الثاني يذاكر، يعني يرجع لما رجعنا نحن من الامتحان موسيقى رجعنا تقريبا الساعه 1:30. نحن يعني نرتاح، واضح، نتغدى ولين كذا، يعني يبغى لنا وقت عشان نذاكر فيزياء. تمام حمزه. تعرفوا مذاكره فيزياء كيف صعبه جدا يعني. تمام حمزه، ملاحظه واضحه. طيب من خلال ملاحظه ثانيه بس عن الوقت. نعم، هذا جدا مهم جدا مهم. تفضل. احسنت استاذي. بالنسبه للوقت للاسف يعني غير كافيه جدا لنا، وخاصه في ماده اللغه الانجليزيه. ماده اللغه الانجليزيه بالنسبه اول شيء بتكلم عن الليسننج. الليسننج تقريبا ياخذ له يبغى له يعني تقريبا نص ساعه. يعني ثلاث ليسننج لازم نحلها. لين يعيد مثلا هو يعيد الكلام 3 مرات، ونحن لين نسمع وكذا يبغى لنا يمكن تقريبا نص ساعه. وخاصه الريدنج هو بعد يبغى له وقت، يعني يبغى له وقت يضاف. وكذلك نحن نتمنى من الوزاره التربيه والتعليم، هم مقصرين بوجودهم ما شاء الله عليهم،
لكن احنا يبقى لنا بعد وقت اضافي كذلك عشان نحل بقيه الامتحانات، يعني نتمنى من الوزاره ان تنفذ هالاشياء في فصل الثاني. تمام. انا حمزه يعني هذا الكلام اقوله لك ولكل الطلبه والطالبات، احنا سعداء انكم تعطوا ملاحظات. اكيد الطالب الحريص هو الوحيد الذي يعني يسال في هذه الاشياء، يستفسر في هذه الاشياء، يعطي ملاحظات من هذا النوع. لكن ثقوا تماما الملاحظات التي قبل ما توصلنا على الهواء في برنامج مثل برنامج درس على الهواء تصل مسؤولين في نفس اليوم، في نفس يوم الامتحان. فالملحوظات واصله ان شاء الله. بعد قليل سيكون معنا ضيوف. وانا حبيت اهنئ جميع الطلاب والطالبات هذا 12 وكل عام وانتم بالف خير، واتمنى منهم دائما يتفائلون وما يشيلوا هم وغم عليهم ان شاء الله على الامتحانات السابقه. يا سلام عليك يا حمزه، احنا نريد تفاؤل لان امامنا فصل دراسي قادم، وان شاء الله الامور ستسير يعني بالشكل اللي يعني يلبي طموحاتكم، وايضا في مصلحه الطالب 100% هذا الكلام. لان يعني اللي يقول والله ان ما راح العنود تقول الجامعه من بتقبل، طبعا الجامعه راح يعني الجامعه وغير الجامعه تقبلكم انتم ابناء هذا البلد. شكرا لك يا حمزه. ان شاء الله تعالى، ان شاء الله تعالى. وحبيت اشكر استاذ انت عبد العزيز واستاذ خلفان العاصمي على جهودكم، ما مقصرين ما شاء الله عليكم، احسنتم صراحه. هذا اقل الجهد اللي يمكن يبذل، وان شاء الله اتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله تكلل جهودكم بالنجاح. وللجميع ان شاء الله. شكرا لك حمزه، شكرا. اذا احنا نتواصل معكم. فقرتنا القادمه ستكون حواريه بالتاكيد مع ضيوفنا من وزاره التربيه والتعليم. عبد العزيز سألتقي بك ان شاء الله في الوقفه الاخيره. سيكون ايضا لديك ضيف الاستاذ بخيت ان شاء الله في وقفه اخرى ايضا من هذه الحلقه. ان شاء الله. اهم شيء توصل رسائل طلبتنا وعن طريق الفيسبوك وعن طريق البريد الالكتروني، وهذه الرسائل اللي سمعناها قبل قليل ان شاء الله يعني تطرح الان إن شاء الله في الحوار القادم. بس اهم شيء الحلويات مالك تاخذهم معك. لا باخذ هاي الحلويات واللي هناك بعد. اذا فاصل ايها الاحبه، نعود ونكمل درس على الهواء، اخر حلقه من حلقات هذا البرنامج في هذا الفصل.
أدام الله عليكم دائما هكذا أجواء الفرح والسعادة إن شاء الله من الآن ولحد ما تظهر النتائج تكون السعادة هي من ترافقكم، والابتسامة والفرح إن شاء الله أيضا من العلامات البارزة إن شاء الله لكل طالب ولكل طالبة ولكل أسرة أيضا يهمها وتراعي بالتأكيد طلبتها وطالباتها. نرحب بضيفي في هذه الفقرة الدكتور محمد بن راشد الحديدي، المدير العام المساعد للتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم. دكتور السلام عليكم وأهلا بك معنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وسهلا. أيضا الأستاذ حمود بن سليمان الرمحي، مشرف عام لمادة الأحياء بالمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم. أهلا بك معنا أستاذ حمود. مرحبا. يا مرحبا وسهلا. في البداية خلنا نشوف كذا لقطات سريعة حول عملية التصحيح، ومن ثم أيضا نعود لنتحدث مع ضيفينا حول المواضيع التي ذكرتموها والتي أيضا تودون الحديث عنها بالتأكيد. طبعا عمليات التصحيح هي متواصلة، فرق العمل في مختلف مراكز التصحيح تقوم أيضا بمهامها في هذا الإطار. دكتور، نتحدث كم مركز تصحيح على مستوى السلطنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. عدد مراكز تصحيح على مستوى السلطنة 4 مراكز رئيسة. نعم. وعندنا اللجنة المركزية التي تشرف على هذه المراكز الأربع. عملية التصحيح تتم وفق جدول زمني معين؟ نعم. نعم. هناك خطة موضوعة سلفا لعملية التصحيح تراعي فيها وقت أداء الامتحان، وتراعي فيها أيضا الإجازات. وهناك إجازة الأسبوع القادم للهيئة التدريسية للأخوة المعلمين والمشرفين. نعم. وبالتالي هذه مراعاة. نعم. فخطة التصحيح تستمر بعد الإجازة بأسبوع، سوف تكون هناك تكملة لما بقى من التصحيح، خاصة نعم. للمادتين الأخيرتين. نعم. مادة الأحياء ومادة هذا وطني. نعم. دكتور، الآن نطمئن الطلبة، ما هي المواد التي انتهيتم من تصحيحها بشكل كامل؟ حقيقة التصحيح بدأ مع أول أيام الامتحانات، والمواد التي بدأت كانت مواد الكيمياء وما تبعها من مواد الرياضيات والتربية الإسلامية واللغة العربية. بعض المواد لا زالت مستمرة، بعض المواد تم الانتهاء منها بصورة أولية، وهناك مرحلة أخرى في التصحيح وهي مرحلة المراجعة النهائية. نعم. حقيقة أود أن أشير في هذه المناسبة لأبنائي الطلبة أن الختام الذي أشرنا إليه في مادة دراسات اجتماعية هذا وطني ختام مناسب جدا لهذه المرحلة. نعم. هذا وطني، هذا الوطن محتاج منا جهد، محتاج منا بذل المزيد من الجهود والتفكير لأجل صالح هذا الوطن العزيز. نعم. فجاءت هذه المادة مناسبة حقيقة مع بداية فترة الإجازة لأبنائنا الطلبة والطالبات. نعم. دكتور، الآن نتحدث عن بعض الملاحظات التي أيضا ذكرها الطلبة أثناء سير البرنامج ووصلتكم بالتأكيد. نبدأ بامتحان مادة الرياضيات البحتة. أخبار النتائج، شو أخبار نتائج التصحيح؟ أنا حقيقة أود أن أتقدم بأخلص الأمنيات لأبناء الطلبة أنهم يأخذوا إجازتهم أولا بأريحية ويرتاحوا تماما، ويتأكدوا أن وزارة التربية والتعليم بكل أطيافها بكل المسؤولين فيها هم لخدمة هؤلاء الطلبة. نعم. مادة الرياضيات أثيرت حولها بعض الملاحظات، وأنا كنت حقيقة أتابع المادة في مراكز الامتحان في يوم الامتحان. نعم. وأخذت الملاحظات مباشرة من مراكز الامتحانات. كانت هناك ملاحظة حول سؤالين حقيقة في الأساس. عندما صححت العينات وجدت أن المادة تسير وفق الأسس الموضوعة ووفق المواصفات الموضوعة لامتحانات المواد بصورة عامة، والصعوبة التي أثيرت ليست بتلك الصورة فعلا التي نعم. سمعناها. لكن عليها اتفاق دكتور، كيف ليست بتلك الصورة ويتفق عليها كل طلبة عمان؟ نعم، أنا سأشير إلى هذه القضية. عادة المواد العلمية وخاصة الرياضة والفيزياء عالميا معروف أنه فيها نوع من الصعوبة،
لا نستطيع أن نقول أن ما توجد الصعوبة. أنا أقول الاختبار في المستوى، لكن توجد صعوبة. الصعوبة تختلف من طالب إلى طالب وتختلف من سؤال إلى سؤال. طيب دكتور، طمني الآن بنتائج التصحيح. هل في نسبة محددة نقدر نقولها؟ حاليا لا يمكن نقول نسبة معينة. انتهيتوا من التصحيح دكتور، يعني انتهيتوا من التصحيح. الأمور باتت واضحة عندكم، يعني إذا في نسبة معينة حتى بالنسبة لإجابات الطلبة، ما هي النسبة اللي ممكن نطمئن فيها الطلبة؟ أنا أقول في هذه اللحظة المؤشرات تبشر بخير للجميع، سواء كان في الرياضيات أو المواد. كيف تعاملتوا مع التصحيح؟ كيف تعاملتوا مع المادة؟ بعد تصحيح العينات وروجع اللي هو نموذج الإجابة وأعيد تطويره في ضوء الملاحظات الواردة من الحقل التربوي. غيرتوا نموذج الإجابة؟ نعم. هو عادة هكذا يتم، لأنه يعاد لأنه نجد إجابات مختلفة أحيانا لنفس السؤال وكلها صحيحة، وبالتالي تؤخذ الاعتبار فيعاد تطوير النموذج وفقا لما يصلح الطالب. فمصلحة الطلبة في الأساس هي مصلحة أساسية. وجدت بعض الصعوبات في جزئية واحدة، وبالتالي أعيد توزيع درجات هذه الجزئية على الجزئيات الأخرى في نفس السؤال، وهو لصالح الطلبة والأمور. أنا أبشر أبنائي وبنات الطلبة وطالبات أن الأمور طيبة جدا. ممكن نقول أعلى نتيجة ولا صعب الآن نذكرها دكتور؟ صعب الآن، لأن النتائج محتاجة مراجعة نهائية. فرق التصحيح عندما تنتهي من التصحيح هناك فرقة مراجعة للمشرفين. نعم. طيب دكتور، أيضا نتحدث عن مادة فيزياء ومادة لغة عربية ومادة علوم أيضا بالنسبة للطلاب اللي عندهم التطبيقية، أيضا كيف تم بالنسبة للمواد هذه؟ كل المواد تعامل بنفس الطريقة، وكل المواد تخضع لتصحيح عينات عشوائية، تحليل نتائج هذه العينات، إعادة صياغة نموذج الإجابة في ضوء العينات. فالنتائج لكل المواد إلى الآن أنا أبشر أبنائي بأن نتائج. ناخذ بعض الملاحظات اللي وردتنا من الطلبة. هل صحيح بأن هذه الأخبار اللي يتناقلها الطلاب بأن اختبار الرياضيات والفيزياء وضع من مناهج خارجية، مع العلم أنه من وجهة نظري أنه كتاب الفيزياء خاصة منهجه بسيط ولم يتضمن أي أفكار صعبة أو محورة، أم أن الوزارة تريد من الطالب أن يذاكر مصادر خارجية؟ إذا كان كذلك لماذا لم يتضمنها المنهج، مع العلم بأنه ليس جميع الطلبة على استطاعة بشراء مذكرات خارجية أو أخذ دروس خصوصية؟ هل صحيح أن الامتحان قبل مصادر خارجية؟ أنا أؤكد الرياضيات والفيزياء أنا أؤكد لجميع المواد بما فيها الرياضيات والفيزياء تخضع لنفس الضوابط ونفس الأسس. كل الأسئلة تأتي وفقا للمنهج الموضوع ومن المنهج الذي يدرسه الطالب. لا يمكن أن يأتي سؤال من خارج المنهج. إنما فكرة السؤال، طريقة طرح السؤال قد تختلف. في جميل. هل تعود الطالب على هذا النوع من الأسئلة؟ الأستاذ حمود، أنت في الإشراف ومشرف عام لمادة الإحياء، هل تعودوا الطلبة على هالنوع من الأسئلة؟ هل أنتم تحرصوا على هالشيء؟ يعني هل في عملية تكاملية ما بينكم وبين التقويم التربوي على أساس أنه ما يتفاجأ الطلبة بامتحانات؟ وهم تفاجأوا في الرياضيات البحتة والفيزياء، تفاجأوا بأسئلة قدرات عليا وأسئلة محورة وأسئلة. هل تعودوهم يعني، وهل توجهوا المعلمين والمشرفين لتعويدهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة هناك تكامل كبير جدا بين كل عناصر المنظومة التعليمية، التقويم والإشراف والمناهج والكل. ويسعى المعلمون وأيضا من وراهم أيضا المشرفون في تعويد الطلاب وإكسابهم هذه المهارات، وخاصة أن التربية الحديثة تنادي بإكساب. نعم أستاذي، التربية الحديثة تنادي والكل ينادي، لكن ما هو الواقع؟ الواقع هل فعلا يتم تعويدهم؟ وإذا يتم تعويدهم أعطيني بعض الأمثلة. نعم. ولماذا امتحان الرياضيات والفيزياء يعني الطلبة تفاجئوا بالأسئلة اللي فيهم؟ يتم تعويدهم من خلال تدريبهم على الكثير من هذه الأسئلة، وحتى هو قبل. من اللي يتابع العملية؟ المشرفون والمعلمون الأوائل. وحتى قبل الصف الثاني عشر مرت على الطلاب برامج أخرى كبرنامج التنمية المعرفية، وهو في صميم هذه المهارات، بالإضافة إلى إشراكهم يعني أو مشاركتهم في دراسات أخرى كالتيمز وغيره. لكن نتحدث الآن عن ثاني عشر، عن دبلوم التعليم العام.
يعني هم ربما عدوا هذه المرحله، مرحله المشاركه في هذه المسابقات، وهم في مرحله مهمه جدا في حياتهم. بالتالي نتحدث عن عمليه التعويد، اذا كانت لا توجد او اذا كانت ضعيفه نسبيا او اذا كانت لا تؤخذ بعين الاعتبار او اذا كان ربما القائمين على الحقل التربوي ربما في بعض المدارس يعودوهم لكن نجد الان لا، يقول لك ان انا استفدت من العقاد اللي هي المذكرات هذه اكثر مما استفدت من المدرس، استفدت من المدرس الخصوصي اكثر مما استفدت من المدرس اللي يدرسنا في المدرسه. اذا وين المشكله؟ الحقيقه هو طالب الصف الثاني عشر وصل الى هذا الصف ولديه خبره من كلهم كل الطلبة؟ نتمنى. من اللي مشاركين في المسابقات عددهم محدود جدا؟ يبدو هنا طبعا في تباين وفي فروقات وليس جميع الطلاب شاركوا في مثل هذه. إذن الآن احنا نطلب أنه جميع الطلاب يخضعوا لأسئلة، أسئلة قدرات، أسئلة أيضا تعودهم على هكذا أسئلة تأتي في الامتحانات. يعني هناك تحدي كبير، ويعني هذا التحدي في سعي كبير لمعالجته من خلال البرامج التدريبية. المعلم يخضع لبرامج تدريبية لمساعدته كيف يكسب الطلاب هذه المهارات، والبرامج التدريبية يقدمها معلمون أوائل والمشرفون وأيضا قائمين على التقويم التربوي. نعم. فبالتالي هذه المهارات يعني عموما أنا أتمنى فعلا أنه تكون الصورة واضحة، وأيضا حتى مطلبنا ومطلب الطلبة يكون واضح، يعني وإن كان هناك شيء من القصور سواء في الجهة الإشرافية أو الجهة التنفيذية يتم معالجته في الفصل. ونحن نتحدث الآن عن فصل دراسي قادم. دكتور، كيف يصنع الامتحان؟ كيف تسوي الامتحانات؟ نعم. أولا أود فقط أن أعلق على ما قاله أخي حمود، أن هناك اختبارات تجريبية وعدت في ضوء مواصفات الاختبارات النهائية. نعم. سلمت هذه الاختبارات للمدارس لكي تنفذ قبل الاختبار النهائي لجميع لكن الطلبة. الدكتور الطلبة يقولوا الاختبار التجريبي مختلف عن الاختبار النهائي. الاختبار التجريبي لم يعودهم على أسئلة ذات قدرات عليا وأسئلة متمحورة. أنا أظن أن هناك في قضية معينة لابد أن نشير إليها، بما أن نحن الآن في هذا البرنامج. نعم. الكثير من الطلبة حقيقة لم يحضروا هذه الاختبارات، وهذه قضية مهمة جدا. أرجو من أبناء مين السبب فيها دكتور؟ هل المدرسة، هل المعلمين، هل الطلبة أنفسهم؟ في أكثر من سبب، حقيقة. الطالب سبب، قد تكون البيئة الموجودة فيها سبب. الطلبة تعودوا في مثل هذه الفترات أنهم يغيبوا قبل الاختبار بأسبوعين أحيانا. من اللي يسمح لهم بالغياب؟ طبعا المدارس ما تسمح في الأصل. طيب كيف يغيبوا؟ ما في ضوابط؟ في ضوابط تحسب لهؤلاء، لكن الضوابط في الثاني عشر أحيانا يصعب تنفيذها لأنه محتاج أنه أحيانا يحرم من الاختبار. هذه تراعى في الفصل الثاني، وبالتالي جميع الطلبة سوف يخضعوا مرة ثانية لمراجعة لماذا لم يحضروا هذه الاختبارات، أو لماذا بعضهم ما حضر الاختبارات، أو بعضهم تساهل فيها. لكن أنا أؤكد أن الاختبارات وضعت في ضوء المواصفات المحددة. الآن خلنا أرجع إلى قصة أنه كيف يصنع الاختبار. نعم. الاختبار حقيقة وباختصار يمر بثلاث مراحل أساسية تستمر حوالي 3 أشهر. تبدأ تقريبا مع نهاية الشهر الأول من الدراسة وشهر سبتمبر، وتستمر إلى نهاية ديسمبر. المرحلة الأولى مرحلة وضع الاختبار، ويقوم به فريق متخصص. هذا الفريق يشمل مشرفين ومختصين من الجهات الأخرى في الوزارة التي لها علاقة مباشرة بالطالب وتتابع الطالب. عندما تنتهي المرحلة الأولى من وضع الاختبار والتأكد من مفرداته، نأتي إلى المرحلة الثانية. هناك فريق يسمى فريق مراجعة الاختبار. هذا الفريق أيضا موجود مكون من مختصين لهم خبرات طويلة. هل هم قريبين من الحقل التربوي، قريبين من الميدان؟ نعم، الكل اللي يشارك هم قريبين من الميدان، بل هم يتابعوا تنفيذ المادة في الحقل التربوي. ومنهم من يتابع المادة من الوزارة، من مدير عام مثلا الموارد البشرية وغيرها من المديريات، لأن هذه تتابع تنفيذ الاختبار. هذا الفريق يقوم بمراجعة الاختبار الذي وضعه الفريق الأول. نعم. كمرحلة ثانية، إذا وجدت أي ملاحظات يرجع هذه الملاحظات إلى الفريق الأول ليقوم بالتعديل في ضوئها. عندما تنتهي المرحلة الثانية نأتي إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة تقييم الاختبار. وهنا يقيم الاختبار في ضوء المواصفات الموضوع الاختبار، الأوزان النسبية الموضوع الاختبار لكل جزئية، في ضوء صعوبة وسهولة الاختبارات، لأن الأسئلة
توضع في ضوء مجموعة من الأسس. مراحل المعرفة. الأسس هذه ثابتة أو متغيرة؟ الأسس العامة ثابتة لجميع المواد. نعم. معروف. طيب لا تراعوا مخرجات 11 عندما نضع امتحان؟ يعني هم لا نراعي نتيجتهم في 11 حتى نستطيع أن نصيغ لهم امتحان يتناسب وفق مخرجات أو وفق هذه الدفعة، وبالتالي أيضا أنا لما أتحدث أنه يكون قريب من الحقل التربوي على الأقل أنه يكون أيضا عارف مستوياتهم. أنا أكد لك أنه هذه مراعاة. اختبار 11 أصلا هو اختبار مركزي ويوضع أيضا في الوزارة من قبل المختصين ويروح إلى المحافظات ينفذ في المحافظات نتائج اختبار 11. هل في محكمين دكتور؟ لكل اختبار في محكمين. هذا ما قلت لك. محكمين خارجيين؟ فريق التقييم. في محكمين من المؤسسات الموجودة في السلطنة. نعم موجودين محكمين من المؤسسات بما فيها المؤسسات التعليمية العليا الموجودة في السلطنة. نعم. يعني هناك كلام أيضا أثير على أساس أنه يعني جامعة السلطان قابوس قامت بتقييم الامتحان ووجدت فعلا خلينا نقول الجامعة أو حتى أيضا أي مؤسسة أخرى ووجدت أن هناك فعلا صعوبة وهذا الامتحان لا يتناسب مع قدرات الطلبة. الحقيقة أنا لا أعلم عن هذا الموضوع ولم يصلني شيء. أنا في اللجنة المركزية موجود عندنا مجموعة من الأعضاء يتلقوا كل الملاحظات. لم يصلنا إلى الآن أي تحليل للاختبار لدرجة صعوبته أو مستواه بصورة عامة سواء من الجامعة أو من أي جهة أخرى. أستاذ حمود، بالنسبة للمعلمين كثير من الطلبة عندهم ملاحظات على المعلمين اللي يقوموا بتدريسهم وبأنهم أيضا يعني لا يعطوهم مثلا المهارات الكافية وأيضا الكفايات التي تؤهلهم لأداء امتحان نهائي في شهادة دبلوم التعليم العام. وأنتم المعنيين عن اختيار المعلمين، كيف يتم اختيار المعلم ليدرس 12؟ نعم، المعلم يفترض أهل ويعني درب لكي يكون معلم لكل الصفوف. نعم. هذا المفترض لكن الواقع. نعم، ولكن الواقع يحدث ذلك، بس هناك في يعني انتقاء واختيار على أساس لأنه عامل الخبرة والممارسة الواقعية. لما يمارس المعلم في صفوف سابقة للتدريس ثم يعني ينتقل ويدرس في 12 يكون قد تهيأ. ففي هناك محاولات كثيرة ولكن أحيانا لا تسمح الظروف في بعض يعني المدارس لا تسمح الظروف أن يكون معلم ذو خبرة سابقة، وإنما قد يتعين معلم جديد ويدرس كافة الصفوف في تلك المدرسة. ولكن يعني في لكن يعني أنا أتمنى فعلا وهذه يمكن أمنية كل الطلبة وأمنية كل أولياء الأمور وأمنية كل الحريصين حتى التربويين وهم حريصين جدا أيضا على المستويات التحصيلية أن يكون المعلم المناسب، المعلم المؤهل. الآن احنا نمتحنهم، ولما نمتحن امتحان مركزي، نمتحن السلطنة كلها يعني، وقد تظلم بعض المدارس بسبب وجود نوعية من المدرسين ربما يكونوا يسمحوا لي على هالكلام يكونوا غير مؤهلين لتدريس طلبة الصف 12. عموما احنا راح نتكلم عن جزئية المناهج ايضا، ومعنا الاستاذ خليل بن ناصر الهشامي مدير دائرة تقويم المناهج بالمديرية العامة لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم. استاذ خليل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا وسهلا استاذ خليل. الله يسلمك. أستاذ خليل، نتحدث في نقطة مهمة جدا في البداية. أنتم كمعنيين عن المناهج وكثيرا يعني الطلبة تحدثوا في برنامجنا بالنسبة للتعديل والتصويب وأيضا الملاحظات هذه ما وصلتهم، وكانت احنا تصلنا في البرنامج لآخر حلقة أنه ما هو المحذوف وما هو المقرر وما الذي ندرسه وما الذي لا ندرسه، وباقي على الامتحان في تلك المادة ساعتين أو ربما ساعات جدا محدودة إذا اعتبرنا أنه وقت الإعادة الصبح لبرنامجنا الساعة 6 قبل الامتحان بساعتين. يعني فكيف تضمنوا عملية وصول هذه التعديلات والتصويبات، وأيضا شو الآلية المتبعة من قبلكم لوصولها للمدارس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أؤكد يعني أن الآلية المتبعة معنا في المديرية العامة لتطوير المناهج في إيصال أي تعديل أو تصويب لأي أخطاء مطبعية أو إملائية أو حتى علمية. أيضا إذا كان هناك أي حذف في بعض الوحدات أو المواضيع يتم منذ بداية العام الدراسي. يعني على سبيل المثال العام الدراسي الحالي 2012-2013 تم إدخال جميع هذه التصويبات وأيضا أو إيضاح هذه التصويبات
خلال النشرات التوجيهية. النشرات التوجيهية بالنسبة لهذا العام تم إرسالها للمحافظات التعليمية في أغسطس 2012، يعني قبل أن يستأنف الطلاب دوامهم في المدارس. بالإضافة إلى ذلك هذه النشرات التوجيهية بكل ما تحتويه ومن ضمنها التصويبات ومن ضمنها أيضا المواضيع المحذوفة. نعم. كانت على البوابة التعليمية في الصفحة الأولى في الصفحة الرئيسية في طولة المستجدات واضحة منذ بداية العام الدراسي. طيب أنها ما توصل للطالب هذه مشكلة من السبب فيها؟ بالنسبة لعدم وصولها للطالب من المفترض ان هذه النشرات التوجيهية، أنا أتكلم بشكل عام النشرات التوجيهية بكل ما تحتوي. النشرات التوجيهية تحتوي تصويبات الأخطاء المطبعية والإملائية والعلمية، تحتوي الوحدات والدروس والمواضيع المحذوفة، المستجدات في المناهج، حتى طبعات الكتب المستخدمة، رقم الطبعة وتاريخها، لأن هذا أيضا شيء مهم. أيضا توزيع المحتوى الدراسي على الأيام المثالية للتدريس، كل هذه الأشياء وأيضا أشياء أخرى كل ما تحتوي هذه من المفترض أنها تصل للطالب عن طريق المعلم. المستهدف الأساسي تتابعوها العملية، تتابعوها أستاذ خليل؟ أكيد من المفترض أن المستهدفين يكونوا حريصين على التعاطي مع هذه المستجدات في النشرات التوجيهية، لكن هذا لا يعفينا عن المتابعة ولا يعفي أيضا الإخوان المشرفين العموم في إدارة الإشراف التربوي في المتابعة، هم قائمين بدورهم، وهذا يعني أنا أؤكد هذا الشيء. الإخوان المشرفين العامون في إدارة الإشراف التربوي يقومون أيضا بهذه المتابعة، لأن نسخ من هذه النشرات التوجيهية أيضا مع بداية العام الدراسي تسلم للدوائر الفنية، كانت التقويم التربوي أو أيضا دائرة الإشراف التربوي بالإضافة للمناهج. المتابعة تكون عن طريق المشرفين التربويين بالإضافة للمشرفين العامون، أيضا عن طريق أعضاء المناهج من خلال زيارات الميدانية والباحثين التربويين. نتمنى فعلا أن تكون هذه المتابعة يعني كما نتحدث عنها الآن هي موجودة على أرض الواقع. فقط نقطة أخيرة قبل لا أختم معك أستاذ خليل، هنا أحد الطلبة يقول يجب تهيئة الطلاب بأفكار القدرات العليا من قبل المنهج، وإذا المنهج طبعا يفتقر لهذه الأشياء، الأسئلة التقويمية في المنهج في الكتاب المدرسي أو في المنهج المدرسي هل هي متوافقة مع أسئلة الامتحانات؟ لابد أن نفرق لا خلفان ما بين المفردات في الورقة الامتحانية. أول شيء المفردات في الورقة الامتحانية بشكل الواضح والصريح، وأيضا بين الأنشطة الموجودة في الكتاب المدرسي. الأنشطة الموجودة في الكتاب المدرسي أنا أؤكد ويعني ما هو موجود حاليا، أنا أتكلم عن واقع موجود حاليا. معظم الأنشطة لجميع الدروس لجميع كانت هذه الأنشطة تقيس مهارات، تقيس معارف، تقيس قيم واتجاهات ما يرتبط بهذه المعارف، كلها صممت مراعاة للفروق الفردية. من المفترض أن الفقرات الامتحانية في الورقة الامتحانية، إذا كنا نتكلم مثلا حاليا على 12 من يعني هذه الفقرات تترجم ما هو موجود في الكتاب المدرسي، كان من أنشطة أو من أيضا محتوى دراسي. الشيء اللي هو ملاحظ حاليا الكثير من الاستفسارات، كثير من الملاحظات خاصة من الطلبة لصعوبة الامتحانات وصعوبة المفردات التي تأتي في الورقة الامتحانية. نعم. وبعدها عن المنهج يعني ليس بعدها عن المنهج. المنهج لا يحتوي على أسئلة تقويمية أيضا تقرب الطالب لأسئلة الامتحان. أنا أؤكد يعني مرة ثانية، أنا لا أدافع عن المنهج ولا أدافع عن أي شيء آخر، لكن أنا أؤكد حقائق. وفي فترة من الفترات عملت في التقويم التربوي الفقرات الامتحانية في الورقة الامتحانية، وخاصة في شهادة الدبلوم العام، هي ترجمة لما هو موجود من محتوى دراسي وأنشطة. جميل. مراعاة للفروق الفردية. نعم أستاذ خليل، أنا أشكرك جدا أستاذ خليل بن ناصر الهشامي، مدير دائرة تقويم المناهج بالمديرية العامة لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم. شكرا لك. شكرا.
الآن في دقائق سريعة نتحدث عن الجدول، صياغة الجدول دكتور، يعني جدول الامتحانات، وكثير من الطلبة قالوا أن الجدول لا يخدمهم، وإن كان يخدم مثلا طلبة عن طلبة آخرين بالنسبة للتطبيقية والبحثة. أنا أؤكد ثانية أن عند وضع الجدول يمر أيضا الجدول بمراحل، كما يمر إعداد الاختبار بمراحل، فالجدول يمر بمراحل. هذه المراحل يعد نسخة أولية للجدول في مديرية التقويم التربوي، يرسل إلى الحقل التربوي المحافظات التعليمية بجميعها وإلى المديريات الأخرى في ديوان عام الوزارة لأخذ ملاحظاتهم. يوضع في الاعتبار أن المواد تكون متسلسلة بحيث أن لا تقع مادتين قدر الإمكان لطالب واحد. هناك مواد أساسية الكل يأخذها، لكن احنا لاحظنا أنه في مواد جاية وراء بعض، وفي مادتين في يوم واحدة. صحيح، هناك يعني امتحان لحد الساعة 1:30، هناك من 8 إلى 11:30 إلى 1:30 عفوا. هناك 3 مواد في الأساس في الأعوام الماضية كانت عبارة عن تقويم مستمر 100%. نعم. هي مواد التربية الرياضية والفنون التشكيلية ومواد مهارات الموسيقى. هذه المواد أعطيت في هذا العام 30% اختبار تحريري فقط. هذه 30% توضع في صورة اختبار تحريري، لكنها تعتمد على المهارات التي أخذها الطالب، حتى ما تحتاج مذاكرة. المهارات اللي أخذها الطالب خلال العام الدراسي هي التي تأتي في أسئلة هذه المواد. هذه المواد وضعت مع مادة أخرى في يوم، بحيث أن يعني تأتي بعد هذه المادة في حدود بعد بنصف ساعة، ولا تؤثر أصلا على مذاكرة الطالب. نعم. السؤال الأخير ونختم، متى ستعلن النتائج؟ ويمكن كل الطلبة الآن يسألوا هالسؤال. يعني أكيد أن الطلبة ينتظروا هذا إعلان النتائج بفارغ الصبر، ونحن أيضا معهم، ونتمنى أن تكون نتائج فعلا مشرفة لهم جميعا إن شاء الله. النتائج ستعلن بعد انتهاء عملية التصحيح بفترة. عملية التصحيح ستنتهي إن شاء الله في موعد تقريبي. عملية التصحيح ستنتهي يوم 13/2. بعدها ستخضع هذه المواد كلها لعملية أخرى، وهنا هي إضافة مواد التقويم المستمر 30%. ثم بعد ذلك ستعلن النتائج، ونتمنى أن لا تكون فترة طويلة بين نهاية التصحيح وإعلان النتائج في حدود 2 إلى 3 أسابيع. نتمنى أن لا تزيد عن هذه الفترة. نعم إن شاء الله. أستاذ حمود باغي تقول شيء، لأنك لما كنت أكلم أستاذ خليل كنت تكتب بعض الملاحظات. حاب تعقب على شيء؟ هو حقيقة يعني إذا كنا نذكر النشرات التوجيهية والإرشادية، حقيقة في متابعة في وصولها مثل ما تفضل الأستاذ خليل، ذكر الدكتور محمد، وأيضا هي متاحة على موقع الوزارة في البوابة، فبإمكان أي طالب ولي أمر معلم أيا كان يطلع عليها وموجودة. وحتى التصويبات اللي يعني المعتمدة موجودة على هذه الوصلات، وبالتالي متاحة للكل بالإضافة إلى متابعة المشرفين. نعم جميل. إذن إحنا هكذا وضعنا الكثير من النقاط على الكثير من الحروف. تبقى رسائل موجهة لمن يهمه الأمر بالتأكيد، وأنا أقصد هنا في الحقل التربوي عملية المتابعة، وعملية أيضا الاطمئنان على وصول كل الرسائل إلى الطلبة أثناء سير الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني أو الفصل الدراسي الأول إذا نتحدث بشكل عام. أشكركم جدا، وأنا أحيي جهودكم، وأيضا أحيي أيضا كل الجهود المبذولة في إطار الارتقاء بالمستويات التحصيلية. وبالتأكيد إن نتحدث نحن فمصلحة الطالب كما هي تهمكم هي تهمنا وتهم الجميع بالتأكيد. شكرا لك دكتور محمد بن راشد الحديدي، المدير العام المساعد للتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم. شكرا لك دكتور. والشكر لكم موصول حقيقة على اهتمامكم ومتابعتكم حقيقة للشأن التربوي. وختاما أنا أقول لأبناء الطلبة يأخذوا إجازتهم بأريحية، ويتأكدوا تماما أن الوزارة معهم، وأن النتائج إن شاء الله ستكون كما يرغبون إن شاء الله. كما يرغبون إن شاء الله. خلاص هذا تطمين جميل. يعني أيضا الأستاذ حمود بن سليمان الرمحي مشرف عام أحياء، شكرا لك. شكرا للإعلام التربوي ولجهود الوزارة، وحقيقة إن شاء الله نتمنى أن أبنائنا الطلاب في الفصل الدراسي الثاني يبدأوا بداية يعني جادة فعلية، ولا يأسوا من أي نتائج إن شاء الله. بس ضيافتنا أيضا ومن كاكاو سويتس أيضا ما ننساها قبل أن نختم هذه الفقرة. متواصلين معكم أيها الأحبة درس على الهواء، وبعد قليل الزميل عبد العزيز العجمي وضيفه الأستاذ بخيت الشبلي.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، طلاب وطالبات شهادة دبلوم التعليم العام. وطبعا مثل ما تابعتوا هذه الفقرة اللي كان البعض ينتظرها، إن شاء الله أجابت على كثير من استفساراتكم وأسئلتكم حول ما يتعلق بالامتحانات. إن شاء الله الأمور تكون طيبة ونبدأ يعني ننسى الماضي. إن شاء الله سيكون في صالحكم. خلال هذه الدقائق احنا تعودنا على وجه مألوف قبل الامتحانات. اليوم أيضا سيكون معنا نتكلم عن بعض المحاور المتعلقة خلال المرحلة القادمة. باسمكم جميعا أرحب بضيفي الأستاذ بخيت بن محمد شبلي، خبير في التنمية البشرية والتدريب. مساء الخير أستاذ بخيت. مساء النور والسرور أستاذ عبد العزيز، ومسي على أبنائنا الطلبة ونقول لهم يعني ألف مبروك انتهاء فترة الامتحانات الفصل الدراسي الأول. فعلا يعني مرحلة تستحق أن واحد يبارك ويهني فيها، لأن جهد مبذول بشكل كبير من الطلبة والطالبات. يعني عاشوا فترة انحرموا فيها من كثير من الأشياء اللي غيرهم يستمتع فيها، من مشاهدة التلفزيون، برامج اجتماعية كثيرة، لكن إن شاء الله ستتوج بالنجاح إن شاء الله. أستاذ بخيت، مع خلال الدقائق القادمة يعني نتكلم في بعض الأمور اللي يحتاجها الطالب الآن أنهى الفصل الدراسي الأول. كيف يستمتع الطالب بالإجازة القصيرة تقريبا بعد هذا الجهد الكبير اللي بذله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا يعني بادئ ذي بدء أستاذ عبد العزيز، اسمح لي أني أصلا أوجه رسالة على غير المألوف لمقدمين البرنامج، أنت والأستاذ خلفان. لماذا؟ لأنكم أنتم كنتم طاقة إيجابية، ابتساماتكم يعني الدائمة، عباراتكم التشجيعية، تفاؤلكم دائم كان طاقة إيجابية لهذا البرنامج. أشكرك. وحقيقة يعني كنتم تمدون الطلبة بروح من التفاؤل، بروح كذا تخلينا نبتسم كذا يعني حقيقة يعني، وحتى يعني كنتم تذللون الصعوبات اللي يواجهها الطلاب. فحقيقة يعني من أسباب نجاح هذا البرنامج وجود مقدمين أمثالكم. أشكرك أستاذ، أشكرك. الإنسان دائما أستاذ عبد العزيز يعيش 3 فترات في زمانه، ماضية وحاضرة ومستقبل. نحن نقول دائما الإنسان إذا كان يعني يريد أن يستفيد من الماضي بطريقة إيجابية، ألا يكون أسير الماضي، بل عليه أنه هو يدرس الماضي، يستفيد من السلبيات التي وقع فيها الماضي، ثم بعد ذلك يعيش لحظته ثم يخطط من أجل المستقبل. إذا المطلوب اليوم من الطلاب، أولا أنت انسى كل الامتحانات، حاول أن تستمتع بإجازتك، لكن هذه الإجازة اجعل في وقت معين أنك تستفيد في الماضي. ما هي الأخطاء اللي ارتكبتها في امتحانات؟ أنا جاي لك في سؤال أيضا، كيف يستفيد الطالب من الأخطاء والتحديات اللي واجهها خلال الفصل الماضي، من خلال استراتيجية المذاكرة اللي تعامل معها، من خلال طريقة التعاطي مع المعلومة في الوقت الحصة. يعني الآن يشتكي بعض الطلبة أن هناك قدرات في الأسئلة العليا هو ما استطاع أن يتعامل معها. الآن كيف يعالجها الفصل الدراسي الثاني؟ هو كما قلنا أستاذ عبد العزيز، أنت قلت يعني الحصة الدراسية كيف كان انتباهه، كيف كان اتصال والتواصل مع المعلم. أيضا في عندنا أمر ثاني، إدارة الوقت. بعض الطلبة يعني يهمل إلى أن يأتي فترة الامتحانات ويبدأ يذاكر. يعني حالة الطوارئ. أيوه، إدارة الوقت، عندنا إدارة الأولويات، بالإضافة إلى قضية يعني تنشيط خلايا الدماغ في المذاكرة. يعني آلة الدماغ غالية، إذا أنت توقفها فترة طويلة بعد ذلك تريدها ترجع إلى نشاطها الأول تحتاج إلى وقت، فهذا أنت تستفيد منه. طيب بعد ذلك من هذا الماضي أنت تنتقل إلى المستقبل من خلال وضع خطة، بل تنظر نفس ما قدمت لغد. إذن وضع خطة، لأن خلاص الفصل الدراسي الثاني لن أبدأ الفصل الدراسي الثاني إلا بخطة خلاص موضوعة لي وأبدأ أسير عليها في إدارة أولوياتي وإدارة وقتي وكيفية مذاكرتي وأيضا استفادتي من الماضي اللي حصل، على أساس يتعود على برنامج معين وما يعتمد على الارتجالية والعشوائية في التنظيم. بالضبط. إذن هو مطلوب الآن هذه الفترة الراحة، الهدوء، الاستقرار قبل بدء المدرسة ب3 أيام، ب4 أيام، بيومين، يبدأ يعد خطته من خلال الاستفادة من الماضي. الحاضر نقول لك عيش لحظة الحاضر، خلاص انسى الامتحانات. لماذا؟ هو يمكن يكون أسير الماضي والقلق يعني ما يحرك يعني شيء. يعني دان كاريزي يقول يعني معظم لحظات القلق اللي يعيشها الإنسان يعني ما تحصل،
يعني 90% من القلق ما يحصل. أنا أعطيك مثال أستاذ بخيت. قبل ما نبدأ الامتحانات أنت تذكر كنت معنا الجميع متخوف من أول امتحان اللي هو امتحان الكيمياء. نعم. وليش خلوه في البداية ويعتبر عقبة وكيف احنا بندخل أجواء الامتحان. دخلوا امتحان الكيمياء وتجاوزوه ما كان في صعوبة. نعم. وكانت من أسهل الامتحانات امتحان الكيمياء وما وصلتنا شكاوى على امتحان لكن الآن كيف يستمتع الطالب؟ احنا دعنا من المرحلة السابقة، الآن كيف يستمتع بإجازة على أساس احنا يعني نريد الطالب يدخل جو ثاني، جو الفصل الدراسي الثاني. هو الآن يخطط لهذه الإجازة، يذهب مع عائلته مع أسرته، يزور أصدقائه، إذا كان في عنده يعني مخطط لسفرة معينة سواء مع الأهل أو يعيش حياته. لما قبل بداية الفصل الدراسي الثاني يومين بس محتاجين أو 3 أيام قبل الدراسة الفصل الدراسي الثاني يعيد ترتيب أوراقه لفصل الدراسي الثاني. استمتع بإجازتك، اذهب رحلات، عيش مع أصدقائك، إذا كنت من يعني عندك هواية مفضلة مارس هواياتك بدون التفكير في اللي مضى. قبل بداية الفصل الدراسي الثاني احنا محتاجين انك تجلس جلسة مع نفسك لإعادة ترتيب أوراقك وترتيب إعادة أولوياتك وإعادة صياغة جدولك للفصل الدراسي الثاني. تمام. يعني على أساس احنا أيضا نكون واقعيين. بعض الطلبة كل هذا الكلام، أقول بعض الطلبة ما يقنعه، لا زال يفكر في امتحان الفلاني وامتحان الفلاني أنا كيف راح أنساه على أساس أدخل أجواء الفصل الدراسي الثاني. مثل هذه الحالات هل تعتبر حالات صحية ولا هي مضرة أكثر للطالب؟ لا. شوف أستاذ عبد العزيز، إحنا محتاجين هذا الإحساس من الطالب أمانة. الطالب إنه يحس يريد بعد هذا الجهد الكبير وضياع أيضا فصل كامل من عمره، سنوات من عمره، يريد أن يتوج بنتيجة إيجابية. شعوره مثل هذا شعور المسؤول بأمانة. الإنسان إذا كان عنده شعور مسؤولية يشعر بهذا القلق، لكن أهم شيء إن هذا القلق ما يؤثر في نفسياته ويخليه يعني أسير الماضي، ما يخليه لا يستمتع بلحظته، ما يخليه جالس في غرفته وما يخرج مع الناس، ما يخليه كل ما يقولوا له يعني نخرج يقول لا أنا والله متضايق، أنا والله أفكر في الامتحان. أيضا يعني رجاء من أبنائنا الطلبة أثناء ما يكونوا في وقت استمتاعهم في رحلة في هواية أيضا ما يحاول ينكد على اللي حواليه ويفتح ملفات الامتحانات يقولهم يعني أنا أشعر أني ما مرتاح، أنا أشعر ما زلت أفكر. دع هذا على جانب. احنا نشكر المسؤولية اللي فيه، نشكر قضية إنه يعني يحس إن فعلا هذا الوقت ما يريد يروح هباء منثورا. ولذلك احنا فعلا يعني كنا يعني نتفاعل مع ملاحظات الطلاب، نستمع. ويمكن الفقرة اللي قبل شوية عند الأخ خلفان أعطى فرصة وأيضا تكلم عن لسان الطلاب. يعني كل ملاحظات تصلنا عن طريق البريد الإلكتروني عن طريق صفحتنا الفيسبوك هي يعني من النقاط المهمة اللي نأخذها بعين الاعتبار، نحاول أن نوصلها إلى المعنيين، والمعنيين هم كذلك متابعين بشكل يومي مثل ما تفضل الدكتور، كان في متابعة بشكل يومي. الطالب عندما يكون عنده هذا الإحساس هذا جزء من المواطنة، أن يشعر الطالب بأهمية الوقت وأهمية الجهد المبذول، هذا الشيء يعني شيء صحيح. أستاذ عبد العزيز يعني تسمح لي في نقطة أيضا يعني من ما يحسب لهذا البرنامج المصداقية، وجود ضيوف يناقشوا مثل هذه القضايا اللي يطرحها الطلاب سواء في الفيسبوك أو على إيميل برنامج أو من خلال الاتصالات. هذا يؤكد مصداقية هذا البرنامج، وإن دائما هو يحس بما يشعر به الطالب ويحاول أن يكون قريب منهم، قريب من قضاياهم، قريب من مشاكلهم. احنا إن شاء الله نرجو فعلا أن يكون ذلك كذلك. يعني نرجو فعلا أن احنا كنا قريبين من الطلاب. أهم شيء كان في بالنا أن احنا نضع يعني حل لكل مشكلة وما نضع مشكلة في كل حل. في ذيك الفترة كان الطلاب يقول ليش ما تأخذوا بملاحظاتنا؟ احنا ما نريد أجواء الامتحانات بشكل عام تكون أجواء سلبية، نريد ننهي الامتحانات في المرحلة الأولى وبعدين نتكلم عن الملاحظات العامة التي وردت في الامتحانات. وبالفعل هذا هو اللي حصل. يعني لو كنا في نص الامتحانات تكلمنا عن مشاكل الامتحانات وصعوبة الامتحانات والملاحظات التي ترد من هنا وهناك، يعني عكرنا صفو الامتحانات بشكل عام. لكن أعتقد أن احنا اليوم لما نطرح هذه الملاحظات مع بعض المسؤولين والمعنيين هي هذه الخطوة الإيجابية الأفضل من أن احنا يعني نشوه أجواء الامتحانات بشيء من السلبية. شكرا لك. أنا أشكرك أستاذ بخيت، كنت معنا وكنت أحد الإيجابيين اللي معنا وكنت أحد أيضا صناع النجاح لهذا البرنامج.
جزاك الله خير، وأنا أشكر يعني كلماتك الرائعة، وأشكر أيضا أستاذ خلفان رافقنا خلال الحلقات الماضية، وكان أيضا من الناس الإيجابيين اللي أفضوا للبرنامج، يعني جو رائع. تمام. أنا باسمكم جميعا أشكر الأستاذ بخيت بن محمد شبلي خبير في التنمية البشرية والتدريب، كما نشكر كل المعلمين حقيقة الذين كانوا معنا في نجاح حلقات هذا البرنامج، كل المعلمين والمعلمات في المواد الدراسية المختلفة. فاصل قصير ثم نعود لنواصل بقية محاور هذه الحلقة. مرات اليوم من 1990 إلى 2020 ريال يوميا على التدخين لمدة 34 عام. السؤال: احسب المبلغ الذي mentioned earlier that listening is difficult. No, listening is very very easy if you have the desire to answer this question. فهم السؤال هو نص الإجابة. فهم السؤال تعطيك مفاتيح للإجابة. ممكن يكون السؤال الإجابة موجودة في السؤال نفسه، لكن محتاج لها شوية تركيز. الحجم. ايوه اول شيء جيب بس تجيبين متوسط الحجم، فصار عندك الحجم والطريقة الحسابات مول بالنسبة لك مفهومة. الزمنية والتطبيقات على القيم العظمى والصورة المحلية. دائما في كل اختبار اما يجيب مسألة مقالية على المعدلات 1000 كيلوغرام، هي الآن تريد السرعة، علما بأن كمية التحرك 2 في 10 أس 4 كيلوغرام متر على الثانية تربيع. طبعا الموضوع بالنسبة للمفيد تكون على 3 أسئلة. نبدأ بالسؤال الخامس والسؤال السادس تكون في النحو. فالسؤال الخامس بالنسبة لمواصفات الورقة الامتحانية، طبعا الورقة الامتحانية تبدأ بسؤال المطالعة من النص. يعمل مع السمبثاوي، والنوريدرينالين يعمل مع الباراسمبثاوي، ولكن هناك الكثير من المراجع في الغرفة. يعني دور المعلم في غرفة الصف مهمة، إن غرفة المعلم يجب أن يرسل للطلاب رسائل إيجابية، يذكرهم بالاستعانة بالله، يذكرهم إن الامتحان إن شاء الله. هؤلاء هم الرائعون الذين رافقونا ورافقوكم وصنعوا النجاح بالتأكيد مع جهودكم أيها الأحبة. شكرا لهم من القلب. أيضا الشكر الجزيل لكل من كانت له بصمة في إنجاح هذا البرنامج. عبد العزيز. إذن بالفعل هم أجزاء مهمة في تفاصيل هذا البرنامج. أيضا كل من تواصل معنا، أنتم الطلبة والطالبات بالفعل كنتم المحور الرئيسي في نجاح هذا البرنامج من خلال إثراء بمجموعة من الأسئلة والاستفسارات، وهذا التواصل والتفاعل الإيجابي معكم. احنا أيضا ما ننسى خلفان، أيضا نشكر المصورين في التلفزيون، كل من تعامل معنا في التصوير، فني الصوت والإضاءة، وأيضا في التصوير الخارجي زميلنا سالم بن محسن المعمري، وفي التنسيق والمتابعة أنيسة بنت راشد الوهيبية. كل الشكر لكل من وضع بصمة لنجاح هذا البرنامج، لآلاف الطلبة والطالبات اللي تابعوا هذا البرنامج. بالتأكيد، والشكر لكل المسؤولين الذين وقفوا يعني وكان لديهم الإصرار الرائع على نجاح هذا البرنامج، سواء هنا بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أو بوزارة التربية والتعليم بكل مديرياتها المختلفة. الشكر الجزيل لكل الطلبة والطالبات، لكل أولياء الأمور، ولكل الأسر اللي كانوا يستضيفونا يوميا في بيوتهم على مدى أكثر من ساعة. نلتقيكم إن شاء الله في الفصل الدراسي القادم، وكذا أنتم كما عهدناكم همة وعزيمة وابتسامة وتفاؤل. الشكر الجزيل أيضا للزميل ناصر أشكيلي، وهو المشرف على صفحتنا على الفيسبوك، هذه الصفحة التي كانت متفاعلة جدا بكم أيها الأحبة. الشكر الجزيل أيضا لمخرج برنامجنا بدر العميري، ولكل فريق العمل. هذه تحياتي
خلفان بن سليمان العاصمي. نهديكم هذا الورد وهذه الحلاوة الموجودة في برنامج درس على هوا في حلقة الختامية، ونلتقيكم إن شاء الله في الفصل الدراسي القادم. نتمنى لكم كل التوفيق، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.